السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة هند كروشيه. في الفيديو ده هنتعلم طريقة شنط الباج. يا رب يكون الفيديو نافع ليكم. عايزة افكركم دعاء جميل قوي: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما تنفعنا به. هنتعرف النهارده تفصيل ازاي نعمل الشنطة دي، وهعمل لكم فيديو مخصوص لطريقة البطانة ان شاء الله. لما يخلص هحط لكم اللينك في الديسكريبشن. الشنطة ما شاء الله واسعة وطولها جميل جدا، واحنا نقدر نتحكم في الطول زي ما احنا نحب. تعالوا نشوف مقاسها. هي طولها 31 سنتي وعرضها حوالي 29، والبيز 13 سنتي. مناسبة جدا، وكمان طقم الجلد مديها شياكة. هحط لكم في الديسكريبشن لينكات الاماكن اللي بتبيع الجلود بتاعه الشنط. الادوات اللي هنحتاجها: خيط السلسلة سمكه نص سنتي، وابرة رقم 5، وابرتين حجم اصغر 4 و3.5 علشان هنشتغل في الجلد، وعايزين ابرة التشطيب، وطبعا المقص والمزورة والولاعة علشان الخيط. طقم الجلد بيبقى عبارة عن 3 قطع: البيز ومعها الدراعين دول، والقلاب ومعاه القفل طبعا، والجيب ده، وكمان الحزام. كده 4 قطع. ماتريال الجلد كويسة جدا حتى بعد الاستخدام، ما شاء الله متينة. تعالوا نشوف حجم البيز دي قد ايه. طولها حوالي 27.5، وعرضها 13 سنتي. تعتبر كويسة جدا. عايزين ناخد بالنا ان ده يعتبر الجزء الداخلي، وده ظهر الشنطة كده معانا، والجزء ده هو الخارجي. احنا هنشتغل ورا المكان اللي فيه الدراعات ومن الجزء الخارجي. حتى لو انتوا البيز بتاعتكم ما فيهاش الدراعات دي متثبتة فيها، يبقوا اعملوا حسابكم ان انتوا تشتغلوا الجزء الخلفي بتاع الشنطة. انا دلوقتي بجرب ابرة رقم 4 في سحب الخيط من الثقوب افضل، ولا ابرة رقم 3.5. هنا بجرب 3.5. انا شايفة ان ابرة رقم 4 افضل، لان انا هشتغل في الخيط بابرة رقم 5، فمش عايزة الغرز تبقى ضيقة قوي لما اجي اشتغل بابرة رقم 5. احنا بقى هنبدأ نشتغل في انهي مكان. عايزين نقسم البيز بتاعتنا ل4 اماكن: 2 دوران و2 مكان ستريت. الغرز دي كده اللي هي الستريت هما حوالي 11 غرزة. هنا في الدوران كمان في 11 غرزة، والدوران التاني نفس الكلام. احنا هنبدأ نشتغل في الغرزة دي اللي هي بداية الاستريت. ممكن نعلمها من المكان ده كده. لا هنشتغل هنا في اليمين في نص الدوران، ولا هنشتغل في نص الستريت. هنشتغل في بداية الغرز العدلة اللي هي الغرز الستريت دي. هبدأ اسحب الخيط وهداري طرف الخيط معايا، احطه على الخيط الطويل، وبعدين هعمل سلسلة. دي كده اول غرزة، وبعدين هعمل سلسلة. مهم جدا نعمل السلسلة دي، ما ننساش. بعدين ندخل في نفس المكان تاني، نعمل غرزة حشو. هنسحب الخيط ناخد بالنا، بس مش عايزين نسحب جامد عشان الثقب ما يحصلوش حاجة. بعدين هنطلع من اللفتين اللي على الإبرة بعد ما نطول الخيط بالشكل ده.
ال10 ثقوب الجايين اللي هما الستريت هنعمل فيهم غرزتين حشو. لو كنتوا نسيتوا زي تخفوا طرف الخيط ده معاكم وانتوا شغالين عادي، ممكن نجيب ابرة رقم 3.5 ونبدأ نسحب الخيط من تحت الغرز بالشكل ده. هنا هكمل 2 غرزة حشو في كل ثقب لحد الاخر وهرجع لكم. هنا كملتهم وناقصني اخر غرزة هعمل فيها تزايد برضو غرزتين حشو. تمام كده، تعالوا نعدهم: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مظبوطين. يبقى دول كده ال11 غرزة الستريت اللي اتفقنا عليهم، وتحت كمان هيبقى عندنا 11 غرزة ستريت في كل واحدة فيهم 2 غرزة حشو. في الدوران بقى عندنا 11 غرزة على اليمين و11 غرزة على الشمال. لو جينا فرقنا كده ال2 دوران هيبقوا بالشكل ده. لازم قبل ما نكمل شغل على حسب البيز اللي معاكو تاخدوا بالكو من التقسيمة دي. عايزة اقولكوا ان مش شرط يبقى نفس عدد الغرز في كل بيز، يعني ممكن انتوا جايبين بيز من مكان مختلف او تصميم مختلف فما بيبقاش نفس عدد الثقوب. هنا مثلا بيز تانية بتصميم مختلف، لو خدنا بالنا عدد الثقوب الستريت هنا 10. لو قسمتها بنفس النتيجة او بنفس التقسيمة هتبقى مختلفة عن اللي انا هشتغل فيها في الفيديو بتاعنا. هنا زي ما احنا شايفين عدد الغرز الستريت 10. هقسمها بنفس الطريقة بالظبط 4 حتت. اي بيز عندكم قسموها كده. هتلاقوا ان هنا الدوران عدد الغرز اللي فيه 11 زي بالظبط البيز اللي هنشتغل عليها، لكن الغرز الستريت 10 في الناحيتين. حبيت الفت نظركم للمعلومة دي علشان ما تستغربوش لو لقيتوا عدد الغرز مختلف معاكم. تمام، تعالوا بقى نكمل الدوران نشوف هنعمل فيه ايه. دلوقتي احنا هنعمل تزايد ب6 غرز في الدوران، بمعنى ان ال11 غرزة دول في واحدة هنشتغل فيها تزايد ب2 وفي واحدة هنشتغل فيها 3 غرز حشو. هوريكوا صورة توضيحية. هنا احنا هنبدأ في اول ثقب ب3 غرز حشو، واللي بعدها تزايد، اللي بعدها 3 غرز حشو، واللي بعدها تزايد يعني 2، وهكذا. لو جينا عدينا عدد الثقوب اللي هنزود فيها عدد الغرز ب3 هيبقوا 6.
هنا هعمل اول 3 غرز في اول ثقب، بس ناخد بالنا ما نفتريش قوي على الثقب علشان ما يتقطعش، بس هو الماتيريال بتاعته كويسة فكان بيستحمل معانا. اللي بعده هيبقوا 2 غرزة حشو. هكملها للآخر، وهكمل كمان ال11 غرزة تزايد في الستريت، والدوران زي الدوران الأولاني. هنا الدوران الأولاني بعد ما خلصته حبيت أوريكوا شكله. هنا 3، هنا 2، 3، 2، 3، 2، 3، 2، 3، 2، واخر واحدة 3. خلي بالكوا العدد ده مهم جدا، علشان لو كان اقل من المطلوب هتلاقوا البيز بتاعتكوا قوصت، ولو ازيد بعد ما ترتفعوا الشنطة هتلاقوها مهوية كده ومش مظبوطة، لكن هي كده شايفين عدلة، لا مقوصة ولا مهرولة. هكمل بقى بقية البيز وهنشوف هنقفلها ازاي. كده عملت البيز كلها، ال11 غرزة ستريت، والدوران ده زي الدوران الاولاني بالظبط، بدأنا ب3 غرز وكملنا بنفس الطريقة لحد ما وقفنا ل3 غرز الاخيرة خالص. دلوقتي علشان نقفل السطر، فاكرين السلسلة اللي عملناها في الاول خالص اللي قلتلكوا مهمة؟ هندخل جواها ونعمل منزلقة او سحب. هدخل اسحب الخيط واطلع بالخيط من الحلقة اللي على الابرة، وبعدين هرتفع سلسلة وهغير الابرة خلاص لرقم 5 او للابرة المناسبة اللي بنشتغل بيها المناسبة للخيط. دلوقتي بقى احنا هنشتغل في جسم الشنطة بغرز حشو، بس هندخل تحت الحلقة الخلفية وتحت الحلقة اللي بالعرض من ورا دي. طبعا علشان احنا كنا شغالين بإبرة رقم 4 فالموضوع هيبقى صعب شوية صغيرة، بس هناخد عليه كده. بعد ما دخلت تحت الحلقتين هسحب الخيط، بقى معايا حلقتين على الإبرة، هلف الخيط على الإبرة واطلع من الحلقتين ده كده غرزة حشو. هنكمل تحت الحلقة الخلفية وتحت الحلقة اللي بالعرض دي نعمل غرز حشو لحد الآخر الدوران كله من غير تزايد ولا تناقص ولا أي حاجة، وهنشوف هنقفل السطر ازاي.
عملنا السطر كله. عايزة اوريكم يعني ما شاء الله اللهم بارك الغرز ماسكة نفسها وطالعة مستقيمة كده مش مايلة، وده علشان احنا اشتغلنا تحت الحلقة الخلفية وتحت الحلقة اللي بالعرض. شكلها حلو جدا ما شاء الله، ولسه لما تكمل عايزين بقى نشوف هنقفل السطر ازاي. انا فاضل لي اخر بس غرزتين. هنا بقى فاكرين الغرزة السلسلة اللي عملناها في الاول خالص بعد ما قفلنا بمنزلقة في السطر القديم، ارتفعنا سلسلة، فالمفروض احنا هندخل جوه الغرزة اللي طالع منها السلسلة في الحلقة الخلفية برضو وفي الحلقة اللي بالعرض من ورا، ونعمل فيها غرزة حشو. وده ما يعتبرش تزايد لان احنا هنقفل في الغرزة اللي بعدها، فكأنها اصلا مش موجودة اللي هي غرزة السلسلة، هنعديها يعني. هنشوف ازاي دلوقتي. شايفين هنا كده غرزة الحشو اللي انا لسه عاملاها وغرزة السلسلة في مكان واحد. لو كنا قفلنا في غرزة السلسلة كده احنا عملنا تزايد، لكن احنا مش هنقفل السطر في غرزة السلسلة، احنا هنقفل في الغرزة اللي جنبها اللي هي اول غرزة حشو في السطر خالص. هطول الحلقة واطلع بالابرة منها واخلي الخيط كده لورا على اليمين، وشايفين الحلقتين اللي بالعرض في اول غرزة حشو عملناها خالص. هندخل من ورا تحت الحلقتين ونسحب الحلقة دي، وبعدين هنقوم نلف الشغل ونشد الخيط كويس ونرتفع سلسلة. كده احنا قفلنا السطر، بس قفلناه من جوه ما قفلناهوش من بره. بعد كده هلف الشغل تاني. خلوا بالكم انا بلف الشغل ازاي، بخلي الخيط على الشمال وبلف جسم الشنطة ناحية اليمين. هندخل فين بقى؟ هنا نركز قوي لان المكان اللي هندخل فيه ده هو اللي هيحدد احنا هنعمل تزايد ولا لا. احنا هندخل في المكان اللي قفلنا فيه السطر اللي سحبنا منه اصلا الحلقة وقفلنا السطر من ورا. الحلقتين اللي دخلنا كنا قفلنا فيهم السطر. هندخل تحت الحلقتين ونعمل غرزة حشو، وهي هتبقى مميزة يعني هتوضح معاكم. وهنكمل تحت الحلقتين غرز حشو لحد اخر السطر. هقفل معاكم السطر ده كمان علشان تثبت اكتر. فاضل لي اخر غرزتين حشو في السطر. خلي بالكم ما بنعملش غرزة حشو في غرزة الحشو الاولى اللي بدأنا بيها السطر، يعني بنتوقف عند الغرزة الاولى خالص. لو حابين تحط فيها ماركر يبقى افضل علشان ما تعملوش جواها تاني غرزة حشو. انما هنا اخر غرزة حشو في المكان ده لازم ناخد بالنا منه جدا. ده المكان اللي بنسحبه من ورا، ده المكان اللي بنقفل بيه السطر. دي اخر حلقتين بنقفل بيهم السطر واحنا بنسحب الحلقة من ورا، لازم نعمل فيها غرزة حشو. لو ما عملناش هيبقى كده بنعمل تناقص، فجسم الشنطة هيبقى ضيق معانا، هيطلع على ضيق، فما ينفعش. وهنقفل السطر بقى زي ما اتفقنا. هنودي الخيط كده لورا وبعدين هنطلع بالحلقة من الإبرة وهندخل تحت الحلقتين من ورا، نسحب الحلقة دي ونلف الشغل نعمل سلسلة
ونلف الشغل تاني، ندخل تحت الحلقتين في الغرزة اللي قفلنا فيها، نعمل حشو ونكمل غرز حشو تحت الحلقتين. وطبعا هنرتفع عدد السطور بنفس الطريقة للطول اللي احنا حابينه. انا هرتفع 36 سطر، اجمالي السطور هيبقى 36 سطر. هنا طبيعي نلاقي الجزء اللي بنقفل بيه السطر من جوه يميل معانا كده طول ما احنا طالعين، لحد ما ممكن نلاقيه اخر سطر خالص يوصل لحد لجنب الشنطة. هرتفع عدد السطور ونرجع بعد ما نخلص 36 سطر. هنا بس عايزة اوريكم لو الخيط خلص معانا. هنا اول شلة خلصت معايا، عملت معايا عدد السطور ده. احنا بنشتغل عادي لحد ما يتبقى معانا جزء صغير من الخيط. نبدأ ناخد الخيط الجديد ونخفي الخيوط معانا، نشتغل على الخيوط دي، وممكن بالولاعة طرفين الخيط اللي هيتبقوا من جوه نولع فيهم ببعض كده علشان ايه ما يفكوش. هنا بعد ما سحبت الخيط الجديد باخد طرفين الخيط واحطهم على الخيط الطويل وابدأ اشتغل عليهم غرز الحشو. واخدين بالكم هنا زي ما قلتلكوا غرز قفل السطر من جوه بتميل معانا. عايزه اقول لكم ان دي احسن طريقه لقفل السطر، بدل ما بنعمل منزلقه او ما نعمل سحب تحت الحلقتين. دي احسن طريقه لقفل السطر عشان ما تبينش اي حاجه كده مش باينه. وكده كده احنا بنشتغل اصلا في الجزء الخلفي من الشنطه، فمش هتبان اي حاجه. عشان كده قلتلكم من البدايه لازم نشتغل في ظهر الشنطه او نبدا شغل من ظهر الشنطه. هنا انا وصلت لعدد السطور اللي محتاجاه 36 سطر زي ما قلتلكوا. شايفين من جوه ما شاء الله واسع ازاي. انا شايفه ان الطول ده مناسب للاستخدام الجامعي او الاستخدام في المدرسه او الخروج العادي. تعالوا هنا بقى نقفل السطر ده زي ما متعودين. بعمل غرزة حشو في الغرزة اللي كنا بنقفل فيها السطر، بعدين بدخل في الحلقتين دول، اسحب الحلقة واعمل سلسلة، بعدين الف الشغل علشان لو هعمل سطر جديد. احنا دلوقتي بقى هنعمل الحزام، فعايزين نعمل سطرين كمان للحزام. المفروض الاول هنحدد بالماركر الاماكن اللي هندخل منها الحزام او الفتحات بتاعة الحزام. ده الجزء الخلفي للشنطة، ده الجزء الامامي بتاع الشنطة. لازم ناخد بالنا ان احنا نبقى في النص بالظبط. بعدين نعمل فتحتين ما بينهم غرزتين حشو.
لو عندكم ماركر ممكن نعمل بالماركر، وممكن نعمل بالخيوط دي كده عادي زي ما تحبوا. المهم ان الخطوة دي مهم ان احنا نعمل فيها ماركر. هنفوت غرزتين حشو وبعدين هعمل ماركر. ورا بقى هنعمل 2 ماركر، بس المسافة ما بينهم هتبقى ابعد من المسافة اللي قدام، يعني هنفوت حوالي 5 غرز. هنا انا هفوت 6 وهدخل في 7. وبعدين عند التنايات دي كده في الزاوية هنعمل برضو ماركر. انا فوتت حوالي 14 غرزة، بس عشان لسه ما حسبتهمش كنت بعمل كروكي في الاول. بعد كده هلاقي المسافة المتساوية في الجنبين 14 غرزة، وفي الزاوية التانية برضو ماركر. كده بقى بتشيك على عدد الغرز عشان يبقى متساوي ما بين الجنبين، يعني في الزاوية هنا وفي الماركر الاولاني تبقى نفس عدد الغرز. هقولكوا العدد اللي طلع مظبوط معايا في الاخر دلوقتي. هنا كده يمين وشمال هيبقى 14، يعني دول 14 غرزة، والناحية التانية ما بين الماركر والماركر اللي في الزاوية 14 غرزة. مش بنعد الغرزة اللي فيها الماركر، بنعد الغرز اللي ما بينهم. عايزين نساوي برضو الغرز اللي في الظهر نفس الكلام، والغرز اللي في الزاوية نفس الكلام. دلوقتي بقى انا خلاص قفلت السطر ده معاكو. عايزين نرتفع السطر الجديد زي ما متعودين، بندخل تحت الحلقتين اللي احنا قفلنا فيهم السطر ونبدأ نعمل حشو تحت الحلقتين. هنفضل نعمل حشو تحت الحلقتين لحد ما نوصل للمكان اللي فيه الماركر، وهنفوته مش هنعمل فيه حشو. هنرتفع سلسلة ونعديه وندخل في الغرزة اللي بعدها تحت الحلقتين نعمل غرزة حشو، وهكذا كل ماركر نعمل كده، نرتفع سلسلة ونعدي الماركر ونعمل حشو في اللي بعدها تحت الحلقتين. هنا بجرب ان الحزام يكون قد فتحة السلسلة اللي عملناها، لقيت ان هي مناسبة وغالبا هتبقى مناسبة معاكو، لان حجم الحزام في كل الجلود واحدة تقريبا، واحنا مش عايزينها واسعة قوي، احنا عايزينها ماسكة على الحزام. هكمل بقى، هعدي بسلسلة فوق الماركر ونعمل حشو جنبها وهكذا لحد الاخر. هنا انا خلصت السطر كله زي ما اتفقنا، وقفلت السطر وكمان عملت غرز حشو. دلوقتي انا هشيل الماركر علشان هشتغل في السلاسل دي. هنا اول ماركر بعد ما اشيله هدخل تحت السلسلة، شايفين الفراغ ده كده، هندخل جواه ونعمل حشو عادي ونكمل تحت الحلقتين حشو، وبعدين لما ندخل في الفراغ اللي عليه الدور ندخل تحت السلسلة نعمل حشو. نكمل ونيجي نشوف الفراغ ده كده هنعمل فيه ايه. هنا هعمل حشو، الغرزة هتبقى باينة، هيبقى باين ان ده فراغ السلسلة في السطر اللي قبله. هكمل للآخر، وده آخر سطر هنعمله، فهنشوف هنقفله ازاي. تمام، هنا خلصنا السطر كله. عشان ده السطر الأخير فهنقفل السطر بطريقة مختلفة. الأول هولع في الخيط كده علشان أقصه عشان ما يكرش، لو قصناه بالمقص بس بيكر.
وبعدين هطلع الخيط كله هسحبه من الحلقة، ونفس الحلقتين اللي كنا بندخل فيهم نقفل السطر من ورا برضو هدخل تحت الحلقتين واسحب الخيط. شايفين الحلقة اللي طالع منها الخيط دي؟ هندخل تحت الحلقة اللي تحتها وجواها، وبعدين نسحب الخيط ونخفي الخيط ده جوه الحلقات من جوه. كده قفلنا السطر. دلوقتي عايزين نركب الحزام عدلته كده، ده وشه، فانا هطلع الناحية اللي على الشمال، هفك العقدة دي الاول، وبعد كده هبدأ ادخل من اليمين الفتحة اللي قدام. احنا في الجزء الامامي، الفتحة اليمين بقى هدخل جواها، وبعدين اطلع من الفتحة اللي في الزاوية، بعدين ادخل في اللي بعدها واطلع من اللي بعدها، وهكذا، واحدة ادخل واحدة اطلع. اهم حاجة بس الحزام يبقى معدول، ما يبقاش مبروم. لحد ما اطلع في اخر غرزة الامامية دي، وبعدين هركب الحزام تاني. ممكن استخدم ابرة الكروشيه، بعد كده هعقد العقدة دي تاني. كده ركبنا الحزام. الخطوة اللي بعد كده هنشتغل على الجيب. الجيب فيه طريقتين للتركيب، يا اما طريقة الخياطة ان انا اشتغل بابرة التشطيب وابدأ اخيط الاخرام دي كده جوه الشنطة، بس الطريقة دي انا بصراحة ما بحبهاش، يعني هي مش احسن حاجة، خصوصا لو جزء الاخرام دي مش معدول، فهيبان جدا جدا، وبعد ما نركبه هيبان ان هو معوج او فيه ديفو، وهيبقى مش من الشغل، هيبقى من الجلد نفسه، بس هيبان كأنه من الشغل. فبلاش نبوظ شغلنا، يعني في سبيل ان احنا نتعب خطوة كمان زيادة. انا هبدأ اشتغل بإبرة الكروشيه داخل الثقوب دي، زي بالظبط لما كنا بنعمل البيز. هبدأ اعمل غرزتين حشو جوه الثقوب دي. في الاول انا هبدأ بغرزة حشو واحدة، علشان ده المكان اللي هقفل فيه غرزة حشو كمان في النهاية. بعد كده هرتفع سلسلة، ما ننساش السلسلة دي، والثقب اللي بعده نعمل غرزتين حشو، وهكذا لحد الاخر 2 غرزة حشو في كل ثقب. وهشوف هقفل معاكم الجيب ده ازاي.
هنا عملنا الجيب كله بغرز الحشو. فاكرين اول غرزة خالص قلتلكوا هنعمل فيها غرزة حشو واحدة، هندخل فيها نعمل غرزة حشو كمان، وبعدين هنقص طول مناسب من الخيط حوالي 2 متر. هقص الخيط وبعدين هسحب الخيط كله. وفاكرين بقى اول سلسلة ارتفعناها في البداية، هندخل تحتها تحت الحلقتين من ورا ونسحب الخيط كله. طريقة قفل السطر العادية خالص، الحلقة بقى اللي طالع منها الخيط ندخل من ورا ونسحب الخيط برضو كله للآخر. كده بقى شكلها في الآخر، شايفين مفرودة وشكلها معدول ومش باين اي ديفو للثقوب، مع ان هي كانت معوجة بس مش باينة. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ بإبرة التشطيب نبدأ نلضم الخيط جواها. الخيط الطويل ده بقى هو اللي هنبدأ نوصل بيه الجيب جوه الشنطة. اهم حاجة تكون مظبوطة، نعدل الجيب كويس في النص، اليمين والشمال يكون متساوي بالنظر او نعد الغرز. المهم ان احنا دلوقتي هنبدأ ندخل تحت غرز الحشو لداخل الشنطة ونسحب الخيط كله. وبعدين ندخل من جوه الشنطة تاني للغرزة اللي بعدها على طول في نفس الخط اللي احنا شغالين فيه، يعني ما نطلعش فوق او ما ننزلش تحت، تبقى جنبها على طول. وهنطلع وندخل جوه الجيب، شايفين تحت الحلقتين، بندخل تحت الحلقتين في الغرزة برضو المجاورة، وهكذا نفضل نطلع وندخل كأننا بنخيط بالظبط. اهم حاجة تكون معدولة ومتثبتة كويس، ما تبقاش مهوية، يعني نشد الخيط واحنا شغالين. هكمل بقى داير ما يدور ونشوف في الاخر هنثبتها ونقفل الخياطة ازاي. الطريقة دي حقيقي احسن بكتير جدا من الخياطة، يعني انتوا ممكن تستسهلوا الخياطة بس هي نفس المجهود، بل بالعكس، يعني لما تعملوا مجهود زيادة شوية علشان النتيجة تكون افضل فهو مش مجهود على الفاضي. اهم حاجة برضو نخليه مظبوط، ما يبقاش معوج في الخياطة علشان ما نبوظش تعبنا.
الجزء اللي في الجنب ده برضو لازم نشتغل على نفس الغرز الرئيسية بالطول كده، نفس الغرز نكون بندخل فيها، وممكن تدخلوا 2 في 1، يعني تدخلوا في الشنطة وفي نفس الوقت في الجيب، تختصروا خطوة يعني. وهكذا هكمل بالعرض ده برضو يبقى ستريت كده مظبوط لحد الاخر. ما تسيبوش غرزة وما تستهونوش ان انتوا تدخلوا غرزتين في بعض علشان تتثبت كويس جدا. هنا عملتها كلها، فاضل لي اخر غرزتين هنشتغلهم عادي خالص زي ما كنا شغالين. اهم حاجة ناخد بالنا ان اخر غرزة تكون لداخل الشنطة. هنشوف ازاي دلوقتي. يعني الغرزة دي كده هعملها لبره، وبعدين الغرزة اللي بعدها هكون بدخل جوه الشنطة علشان الخيط نخفيه جوه الشنطة. هنا مهم جدا ان احنا نخفي الخيط كويس جدا لمسافة كبيرة كمان علشان ما تفكش. طبعا شايفين الجيب معدول ومفيش اي ديفو باين للثقوب، وفي نفس الوقت متين. ده اللي احنا كنا عايزينه. دلوقتي هنبدأ نخفي الخيط. وبعد ما خفيت الخيط كويس جدا وكمان ثبته بالولاعة كده احنا خلصنا الجيب. دلوقتي عايزين نثبت القلاب. قبل ما نثبت القلاب محتاجين المكان اللي هنثبته فيه من ورا. لو انتوا هتثبتوه بإبرة التشطيب والخياطة فهنبدأ ندخل من جوه ونبدأ نمشي جوه الخرام دي كده، بحيث ان كل مكانين يبقى فيهم خيط. لكن انا مش هعمل الطريقة دي، انا هستخدم إبرة الكروشيه. هنا مثلا انا هبعد عن الجيب 4 سطور او 3، مش عايزين يبقى لازق فيه قوي، دي مسافة مناسبة. من ورا بقى هبدأ اعد السطور المناسبة. احنا مش عايزينه مشدود قوي برضو علشان يبقى فيه مساحة داخلية للحاجات اللي هنحطها، ميبقاش لازق قوي في الشنطة، ميبقاش مهوي قوي، يبقى وسط. هنا مثلا هسيب 4 سطور، عديت السطور اللي انا هبدأ فيها ومن الجنب كمان. وهدخل جوه القلاب بالإبرة في اول ثقب معانا، وبعدين هدخل جوه الغرزة اللي انا حددتها. وهسحب الخيط وهبدأ اقفل بغرز منزلقة عادي جدا. ممكن نستعين بالطريقة اللي عملناها في الجيب، هتبقى كويسة برضو، بس دي شايفاها اسرع ومنجزة اكتر، وكده كده هي من ورا، فاحنا بس محتاجين التثبيت. الشكل مش هنركز فيه قوي. وبرضو الطريقة دي افضل من الخياطة، ما زالت افضل من الخياطة. هكمل الاخر بغرز منزلقة.
هنا بعد ما عملناها كلها بغرز المنزلقة هنبدأ نسحب الخيط كله، بعدين ندخل في الغرزة اللي جوه الشنطة دي وهنسحب الخيط كله لجوه. بعد كده ندخل جوه اخر ثقب في الجلد ونسحب الخيط كده. شايفين متثبتة كويس. لو محتاجين نشد عليها اكتر هنقعد نسحب الخيوط اللي جوه دي، بس هي كويسة. هنبدأ بقى نخفي الخيوط برضو كويس جدا من جوه. وكده بقينا اخر خطوة ان احنا نثبت القفل. برضو هنحدد المكان ونثبته كده كويس ونفضل ماسكينه، وبعدين نفتح القلاب وناخد مكانين القفل دول نخليهم كده عدلين، ونبدأ ندخلهم جوه الغرز ونقفلهم من جوه كويس جدا. كده ثبتنا القفل. في خطوة مهمة جدا بقى عايزين ما ننساهاش وما نتجاهلهاش، هي خطوة ان احنا ننتقل او نخلي البيز متينة اكتر بالبوري. ده بوري بيتباع في اماكن مستلزمات الشنط، هحط لكم لينك في الديسكريبشن. هنقص للمقاس المناسب اللي تبع البيز، وبعدين هنبدأ نلزقها كويس بأي نوع غيرة تستخدموه. انا هنا هستخدم بيز 700، ممكن تستخدموا اي نوع. هحط غيرة في جميع الاماكن كويس جدا وابدأ اوزعها بجزء من البوري صغير كده، وبعدين هثبتها في الشنطة. واهم حاجة ان احنا نحط عليها حاجة تقيلة، يعني نستخدم كتب تقيلة او قميص او اي حاجة تبقى تقيلة، ونسيبها مثلا يوم. والكلام ده طبعا قبل ما نخيط البطانة. وبكده احنا خلصنا الشنطة. اتمنى الطريقة تكون وافية وواضحة، وبشكرك جدا على المشاهدة. مستنية رأيكم في الكومنتات، ولو محتاجين اي استفسار اكتبولي. اشوفكم فيديو جديد، مع السلامة.